دائما نسلق الدجاج أول شيء، وبعد سلقتها وبعد طفق وإخراج الموية الريم تبعها نعود ندخلها الفرن بعد السلقة. وهذه الكشنة الآن جاهزة. السلام عليكم. الآن عندنا الآن الرز شبه إنه على وشك إنه يخلص، والآن هذه حبات الرز ما شاء الله لا إله إلا الله. شايفين هذه حبات الرز نثرية نثرية نثرية، ها نثرية نثرية. طبعا هذا الليمون وهذا الفلفل. الآن نجي نحط الكشنة، نحط الكشنة على نار هادية أقل من هادية. بعد الآن نحط المكسرات، بس الآن نضبط المكسرات، صنوبر واللوز. بعد ما حطينا الآن الكشنة وضبطناها، الآن اللي هو الزبيب ننثر على الرز. نثرية نقصر على الغاز شوية. نرجع نحط فلفل وشيقر، نار بركان بركان بركان. أنا قرب عشان تشوفون. شايفين كيف البركان؟ الكشنة وضبطناها. الآن اللي هو الزبيب ننثر على الرز. نثرية نقصر على الغاز شوية. نرجع نحط فلفل وشيقر، نار بركان بركان بركان. أنا قريب عشان تشوف. هذا الآن شكل على وشك النهائي. طبعا قصرنا على الغاز ونغطيه الآن يستوي على هدوء، وإن شاء الله يكون 100%. وهذا الآن البيض نفس الحكاية، وهذا الخضار برضو قرع وكوسة باذنجان. فحياكم الله اللي بيجي يا هلا ومرحبا. بس فاتورة فاتورة، فلوس فلوس فلوس. أنا خلصنا من الكشنة وخلصنا من كل شيء، باقي الآن المكسرات. المكسرات الآن ننتهى. الصنوبر يكون موزع على نفس الطريقة هذه. ونجي برضو على فلفل الرومي نفس الحكاية. نجي على اللوز كده. اللوز نقول اللوز يا لوز كده وكده وكده. ومساء الخير.
الطريقة، اللي يبغى من عندي الطبخ أجي لحد عنده، بس بشرط يجهز لي كل الأغراض. هذا نرجع نكمل ونجي على اللوز. يقول اللوز يا لوز كده وكده وكده ومساء الخير. الآن تشوفون كيف الطريقة، اللي يبغى من عندي الطبخ أجي لحد عنده، بس بشرط يجهز لي كل الأغراض. هذا هو، وهذه طبختنا، وإن شاء الله 5 دقائق تكون جاهزة بإذن الله. مع تحيات معالي السراء.